مانويل جوزيه الساحر الأسطورة، الرجل الذي لا يعرف غير الإنجازات، المدرب الذي صنع تاريخا للأهلي، أو قل عنه ما شئت فلن يلومك أحد. فهو أفضل مدرب أجنبي عمل في مصر، فقد نجح في تغيير مفهوم كرة القدم داخل النادي الأهلي، وحول لاعبيه إلى مصاصي بطولات، وجعلهم وحدهم ملوك الكرة المصرية. مانويل جوزيه هو المدرب الذي أدار 1000 مباراة منذ بداية مشواره التدريبي ليصبح صاحب الألفية، أو قل ألفية جوزيه إذا جاز لنا استخدام هذا المصطلح تيمنا بألفية ابن مالك، مع الفارق. فإذا كان ابن مالك قدم لنا قصيدة طويلة من 1000 بيت في النحو والصرف، فإن جوزيه قدم لنا قصيدة طويلة في كرة القدم، حصيلتها 1000 مباراة أدارها بكل كفاءة واقتدار طيلة مشواره التدريبي. وسطر في الأبيات الأخيرة التي كتبها في الأهلي كل ما هو جميل وعذب من ألحان الساحرة المستديرة، وحصد كل ما واجهه من بطولات وألقاب ليخطف السمع والبصر والأفئدة. مانويل جوزيه دي سيلفا، من مواليد برج الحمل 9 إبريل عام 1946، برتغالي الجنسية، أهلاوي القلب والدم والروح والانتماء، هو عاشق لكل ما هو أحمر. بدأ الساحر مشواره مع الكرة وعمره لم يتجاوز 16 عاما في فريق بنفيكا البرتغالي عام 1962، وشارك أثناء تواجده مع بنفيكا في إحراز لقب الدوري البرتغالي مع الأسطورة إيزيبيو. أما مشواره التدريبي فبدأ مع فريق إسبانيول البرتغالي، وتولى تدريب العديد من الفرق البرتغالية، ومن أبرز إنجازاته الفوز بكأس البرتغال عام 1992 مع بوافيستا. ومع الأهلي بدأ كتابة شهادة ميلاد جديدة في دنيا التدريب، عندما تولى المهمة الفنية للمرة الأولى عام 2001، وخطف القلوب في أول ظهور له عندما قاد الأهلي للفوز بهدف على ريال مدريد بكل نجومه العظام، وعلى رأسهم زين الدين زيدان وفيجو وراؤول وروبرتو كارلوس، وقاده للفوز بدوري الأبطال الإفريقي بعد غياب 14 عاما، ثم الفوز بالسوبر الأفريقي عام 2002. ورحل جوزيه عن الأهلي عام 2002، لكنه عاد مجددا عام 2004 لينتشل الفريق من بئر الخسائر، ومن يومها والأهلي يفوز بكل البطولات تقريبا، وله مباريات خلدها التاريخ، عندما فاز على الزمالك 6-1، وعندما فاز على الصفاقسي في تونس بهدف وخطف الكأس، وعندما فاز على الزمالك 4-3 وحصل على كأس مصر. ولن ننسى أبدا الإنجاز العالمي عندما وصل بالأهلي مرتين إلى كأس العالم للأندية باليابان، وحصل في المشاركة الأولى على المركز السادس، وفي الثانية قاد الأهلي لتقديم عروض مبهرة حصد بها المركز الثالث والميدالية البرونزية. لكن فبالرغم من هذا النجاح الأسطوري الذي حققه، إلا أن هناك من فتح نيران النقد الأعمى عليه، فاتهموه بالتعالي والغرور، واتهموه بأن النجوم هم الذين صنعوا إمبراطوريته. لكن متى كانت الشجرة المثمرة لا يرميها الناس بالحجارة، فقد صمت ورد بصواريخ من البطولات قتلت الحاقدين ودمرت حزب أعداء النجاح. مانويل جوزيه الساحر الأسطورة، الرجل الذي لا يعرف غير الإنجازات.